بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الاعزاء، يا رب تكونوا بخير جميعا. ايام جميله مباركه، يا رب تكون خير للجميع. ربنا يرضينا يا رب ويعود علينا بخير باذن الله. النهارده طبعا حبيت قبل العيد وكده نعمل وجبه سمك. هتبقى جميلة وتعتبر بناكلها في المطاعم وبندفع عليها الشيء الفلاني. فأنا حبيت يعني أوفر كده وأشتغلها في البيت بإيديا، وطبعا طعم جميل وبتبقى طبعا اختلاف عن الوجبات المعجنات، البيتزا طبعا، طبيخ مش عارفه ايه. بيبقى طبعا السمك بتبقى له يعني قيمه طبعا غذائيه معروفه غير اي طبعا لحوم تانية. واحنا السمك ده اللي معانا النهارده ان شاء الله ده سمك فيليه. طبعا بيتغسل. طبعا انا مش بحط له خل ومش بقع في الخل لانه بتبقى لحمته طريه جدا جدا جدا، فبيتغسل بالدقيق وبيتغسل بملح، يتغسل بعصير ليمون كده بحيث نشيل برضو منه اي روايح واي زفاره. وبعد كده باجي حطيته في مصفى عشان ينزل كل السوائل اللي فيه. وبدات طبعا خدتهم بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده كده. طبعا حطيت التوابل بتاعتي، بهارات سمك، طبعا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، حتة كركم صغيرة، وطبعا مع معلقة او معلقتين اللي هو الصويا صوص، بتدي طعم يعني مزازة مع التوابل دي، بيبقى لها طعم تاني يعني، او بتاخدها في حتة تاني بمعنى اصح. وطبعا نزلت بمعلقتين دقيق، معلقتين نشا عشان خاطر القرمشة. طبعا دي حلة على النار، طبعا فيها زيت، لازم الزيت يعني يسخن كويس قوي عشان انزل السمك كده ما يبدأش يتهري مني ويعجن والكلام ده. فلازم تبقى درجة حرارة الزيت عالية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. طبعا وانا نزلت بقطع السمك اللي هي متبلة واخدة الخلطة اللذيذة دي، وطبعا قعدت نص ساعة في التلاجة بعد ما تبلتها، لان السمك يعني لازم يتبل وياخد وقت بحيث يشرب من طعم التتبيلة ويبقى له طعم. فطبعا هنا انا طبعا اخدوا جنب سوا، انا بقلبهم على الجنب التاني. فطبعا لازم يستوي. انا بعد ما نزلت بيهم طبعا هديت النار شوية بسيطة عشان ما يتحرقش وعشان يستوي من جوه. فهم بقيوا معايا بالشكل ده، طبعا خدوا السوى المناسب وخدوا اللون الجميل ده. طبعا اللون ده بيرجع لحبة الكركم اللي انا بحطها والبابريكا، طبعا بيدوا طعم اكيد وقيمة غذائية، وفي نفس الوقت بيدوني اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، جميل جدا. وطبعا في قرمشة عالية من معلقة الدقيق ومعلقة النشا، فما شاء الله يعني جميل جدا. طبعا دي وجبة تكفي 3 أفراد، لأن ده تقريبا كيلو الا ربع فيليه. وأنا هنا هعمل معاه طبقين كده رز بسمتي، بيبقى طعمه جميل برضو. طبعا غسلته نقعته 5 دقايق مش أكتر. وبعد كده طبعا نزلت بسمنة وزيت على النار، ونزلت بالرز كده قلبته، حطيت معاه طبعا التوابل بتاعته، ده ورق لورا وده كام فص كده قرنفل، بيدوا طعم يعني، بتبقى ليها نكهات جميلة بتعلي من طعم الرز معايا. طبعا بنقلب كويس
لحد ما احس ان الرز تماما الميه اللي فيه اتبخرت ونشف كويس قوي. دي معلقه كركم برضو بسيطه، كركم جميل جدا في الاكل وليه قيمه غذائيه وليه فوائد طبعا اكيد عارفينها حضراتكم. طبعا هنا بهدي النار شويه هاديه معايا وبقلب ما بسيبش على اساس ما يبداش ياخد اجزاء لون كده مغمق واجزاء تبقى لسه، فلازم التقليب كويس لحد ما احس ان الرز تقريبا بدأ ينشف معايا كويس قوي. طبعا انا عندي مرقه، فانا بصراحه قلت ما اكبهاش او انا استغلها معايا في حاجه زي كده. فطبعا بعد التقليب وبعد ما احس ان هو خلاص بدأ الرز معايا ينشف كويس مع التوابل وكده، طبعا انا دلوقتي هجيب المرقه. طبعا انا مسخناها لان الرز البسمتي اما كان نحط له ميه من الكتل تكون بتغلي، او يكون عندي مثلا اي نوع مرقه عندي ممكن انا احطها على الرز، بس لازم تبقى سخنه، لان السوائل لما بتبقى سخنه بتنزل على الرز كده وهو سخن طبعا بيعلي او بيسرع من وقت السوى، وفي نفس الوقت ما بتبقاش يعني الرز يبدأ يشرب كده من السوائل وهي باردة ويعجن معايا. فانا هنا طبعا نزلت بالمرقة بتاعتي بالرز. طبعا الرز البسمتي احنا يعني بنزود بسيط عن الرز العادي، يعني مقدار السوائل شوربة او مية مغلية او ايا كان، يعني بتبقى زي عقلة صباع كده. ودول شوية زعفران برضو عشان اللون، انا صفيتهم برضو عشان ما اخدش الشوائب بتاعته. وهنا طبعا الوجبة بعد ما اكتملت معايا السمك ومعايا الرز جميل جدا ومعايا طبعا طحينة وسلطة، كلها دي حاجات طبعا بتبقى ضرورية مع الاسماك. ما شاء الله يعني اللهم بارك. طبعا السمك منظره مشهي وجميل مقرمش، طعمه طبعا جميل جدا، والرز طبعا يعني مفلفل وحلو. وطبعا الف هنا وشفا، يا ريت تجربوا، والف هنا وشفا اللي يجرب. وطبعا يا ريت طبعا اللي ما اشتركش في القناه يشترك وينورني باشتراكه ونفعل زر الجرس، على اساس ان شاء الله بامر الله يوصل لكم اشعار بكل جديد معانا وكل فيديوهاتنا تبدأ توصل لكم. شكرا.